يحاسبنا الله تبارك وتعالى، ومن جملة الحساب أننا سنسأل عن أبنائنا وسنسأل عمن تولانا الله تبارك وتعالى إياه، كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موجود حديث صحيح، هذا الحديث هو اللي قيد المسؤولية الإسلامية. لو العلماء يتلموا كلهم باش يجعلوا قانون يوازي هذا الحديث ما يستطيعوش. حديث واحد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهمنا هذا الحديث؟ احنا لو كان نديروه أمام أعيننا ما نخلوا حتى حاجة تضيع، لأنه قيد وبين المسؤولية العامة فلا ينفلت منها أحد. مسؤولية عامة. الإمام يعني الإمام الأكبر، سواء كان ملك ولا أمير ولا خليفة ولا رئيس، هذه كلها يطلق عليها الإمام، يعني الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى هذا ربي سبحانه، الناس الذين تولاهم ويتحكم فيهم سيسأل عنهم يوم القيامة. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، راه مسؤول عن رعية تاعو يوم القيامة، يحاسبه ربي سبحانه كلاو ولا شربوا ولا جاعوا ولا عراوا ولا تعذبوا ولا كلفتهم ما لا يطيقون، ولا أتيتهم بعدو لا طاقة لهم به وأقحمتهم في حرب ليس لهم فيها كفاءة، كلهم يوم القيامة سيسألون. من كيف؟ كذلك الرجل راع في أهل بيته، مسؤول على مرته، مسؤول على أولاده، مسؤول عن المحيط اللي هو فيه، وسيسأل يوم القيامة عن رعيته هل ضيع أم حفظ. وكذلك المرأة مسؤولة في بيت زوجها وستسأل يوم القيامة حفظت أم ضيعت. وكذلك الخادم في مال سيده، إنسان عنده خادم ولا عنده خدامين يخدموا، يسألهم ربي سبحانه عن الخدمة الذي كلفهم إياها سيدهم أو من يعملون عنده. إذن هذا الحديث يا إخواني الكرام يقيد لنا المسؤولية بجميع أنواعها، فعلينا أن نكون عند حسن الظن في هذه المسؤولية، لأننا نعلم علم اليقين أننا سنقف أمام ربنا تبارك وتعالى ويحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن كل شيء حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع. قال يسألكم ربي على كلش حتى يتسأل يوم القيامة الراجل على دار وليداته واش حفظهم ولا ضيعهم. فمن كيف؟ ونحسابه احنا الانسان كي يجيب لهم الماكله ويجيب لهم الشراب ويجيب لهم اللبسه ويروح الخارج ويجيب لهم البالز معرمرين، قال لك هذا يتهلا في اولاده كيما راكم تقولوا ثم. اللي يتهلا في اولاده هو الذي يحافظ على اولاده وان يربيهم تربيه اسلاميه وان ياتي بهم الى المساجد ويجعلهم امامه يصلون في المسجد. هذا هو اللي يرد باله على وليداته. فمن كيف؟ اما يتركهم الحبل على الغارب يوكلهم ويشربهم، عندك بهايم راك توكلهم وتشربهم. ما هو الفرق بين البهائم راك توكلها وتشربها وبين ولادك توكلها وتشربها؟ اذا ولادك على الاكل والشراب زايد الادب والتعليم والمحافظه والاتباع وتعرف اش راه يدير. ماهوش لما يكبر يولي في عمره 20 سنه ويطيح في عصابه تاع مخدرات تولي تقول قرن 14 لا هنا لا معاش. لا، انت اللي ضيعت. لو كان تبعته ودرت بالك عليه من اللي كان صغير انت تراقب فيه، انت تبني معاه في المسجد وتحافظ عليه، فمن كيف هنالك يا اخواني الكرام ما ينبغيش له أن يحيف أو أن يهرب أو أن يشرد أو أن تفسد أخلاقه والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الكرام راهي فرصتنا يا إخواني الكرام فرصة عظيمة في أولادنا، فما علينا إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أولادنا لأنهم هم عدة أمرنا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سنكتب ما قدموا وآثارهم.
فهمنا كيف؟ هذه الآية هذه يقول فيها ربي سبحانه سنكتب ما قدموا، يعني نكتب لكم الأعمال اللي خدمتوها بين أيديكم الآن اللي راكم عايشين فيها وراكم تخدموها، ربي يكتب فيها. سمعنا؟ هذه هي سنكتب ما قدموا، يعني الأشياء اللي خدمتوها نكتبها لكم. وبعدين زايد حاجة واحدة أخرى يكتبها لنا، وآثارهم. ما معنى وآثارهم؟ يعني وذريتهم الذين يتركونهم من بعدهم. يسجلوا لك اولادك، انت تموت ويسجلوا اولادك، يبداو الملائكه يسجلوا اولادك واش راهم يخدموا، راهم يعملوا الصالحات، يديروها لك يوم القيامه مع ميزان الحسنات تاعك. فهمنا كيف؟ انت انسان صالح، اولادك خليتهم صالحين موراك، يوم القيامه يعطوا لك حسنات ويزيدوا لك حسنات واحده اخرى معاك. تقول يا ربي هذه تاع من؟ يقول لك هذو تاع اولادك اللي خليتهم مؤمنين موراك، رانا جبنا لك الحسنات. فمنها كيف؟ لذلك هذه آية ماشي كلام، هذه آية سنكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار يعني الذرية الطيبة التي يتركها المرء المؤمن من ورائه، أو العياذ بالله الذرية الخبيثة الذي يتركها الإنسان من ورائه. وإذا خلى ذرية خبيثة ما ربهاش، خلاها هاملة، يوم القيامة كذلك يجمع له ربي السيئات تاعه ويجيب له سيئات واحدة أخرى، يقول يا ربي هذه منين؟ أنا ما نعرفهاش، أنا ما خدمتش هذه. يقول له والدراري تاعك شكون ولدتهم؟ الكرمة. فهمنا كيف؟ ولادك شكون ولدهم؟ يا أخي أنت ولدتهم تتحملهم، إذا كانوا داروا الخير تدي خيرهم، داروا الشر ترفد شرهم. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. يقول لك ربي يوم القيامة يرفدوا ذنوبهم وذنوب واحدة أخرى فوق ذنوبهم. وشنا الذنوب الأخرى؟ أنتاع أولادهم اللي خلاوهم هابلين كيما رانا نشوفوا ذرقا. فمنها كيف؟ وإلى كذلك حسنات خلى ذرية طيبة وربها على الصلاح والإسلام والتقى، كذلك يوم القيامة ينال أجرهم وأجر أولاده يكون مع أجره يوم القيامة. وإذا ضيعهم وخلاهم هاملين، الإثم اللي يديروه أولاده يتحمل فيه يوم القيامة لأنه هو اللي ولدهم. فمنها كيف؟ لأن الإنسان إذا تسبب في شيء هو الذي يأخذ إما أجره وإما وزره. فإذا غرست أيها المؤمن شجرة استظل الناس بها أو أكلوا من ثمارها، فجميع الحسنات ترجع إليك، أنت الذي غرستها. فمنها كيف؟ كذلك ابنك إذا كان ولد وربيته، إلى ربيته تربية حسنة الأجر يجي لك، بغى عامل وضايع الوزر هذا والإثم يرجع لك. مثله مثل الشجرة، مثل إنسان حفر بير، الناس راهي تشرب البهايم، الطيور يشربوا، الدواب يشربوا، الأرض تشرب. قال شكون حفر البير هذا؟ قال فلان الله يرحمه. الحسنات كلها تروح لفلان. واحد دار في طريق المسلمين دار لهم الشوك والعلايق اللي يجي جايز يقطع برلوطه ولا يقطع حوايجه، شكون اللي غرس هذا الشوك هذا؟ يبداو يلعنوا فيه فلان وفلان، الله ينعلهم ويدير لهم وكذا، يبداو يلعنوا فيهم، جابوا البلاد راسهم. هذاك غرس الخير في طريق المسلمين راهم يرحموا عليه، والاخر جاب الشوك والعياذ بالله والاذى في طريق المسلمين، راهي النعله تلحق عليه وهو في قبره. اذا انتبهوا جيدا الى هذه الفرصه فلا تضيعوها يا اخواني الكرام. وما عليكم الا ان تحافظوا على اولادكم وان تاتوا بهم الى المساجد، وان لا تتركوهم في الشوارع هكذا يعني بدون قيد ولا بدون شرط، يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتركون الصلاة ويتركون الجماعات، وهي فرصة عظيمة في شهر رمضان يا إخواني الكرام.